حمدتك يا ربنا المجيد حمدا يزيده ولا يبيد وصليت على النبي المختار وآله وصحبه الأخيار أعددتها منظومة نقية مملوءة بالحب والوفية أذكره مشايخ كرامة ومعهد تعمه السلامة أولهم إمامنا الأثير ابن العثمان علمه الوفير ومثله مديرنا الجليل محمد بن آدم النبيل وشيخنا الرصيخ كالجبال يعرف فينا عمر الأبيال وعمر المحدث الكريم كذلك النقي عبد الرحيم وبعدهم علي الكناني inaan soo dhaweyno marti sharafta qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen madaxda culimada waalidiinta akhyaarta sharafta badan iyo ardayda wiilal iyo gabdhaba waxaan mar kale ku celinaynaa oo leenahay halkani waa markazul imaamu Maalik al-Islaami ku soo dhawaada gacmo furan waxaa inala jooga marti aad u qiimo badan mudane aadan barre ducaale MB-ga laga soo doorto Gaarisa Township iyo hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka ee hore sidoo kale waxaa fadhiyo culimo aad u qiimo badan fadiilata sheekh alwaalid Cabdalla Uthmaan fadiilata sheekh الدكتور Gabawa فضيلة الشيخ عبد الرشيد عدو iyo xubno kale aad u qiimo badan qof walba oo munaasabada nagala qayb galaya waxaan ku soo dhaweynaynaa magaciisa iyo mansabkiisa rag iyo dumarba waxaan ilaahay ku soo dhawaada gacmo furan هذا ونفتتح بحفلنا آيات من القرآن الكريم على لسان الطالب مسعود إسحاق فليتفضل مشكورا ومأجورا واتخذوا من مقام إبراهام مصلى وعهدنا إلى إبراهام وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهام إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جزاك الله خيرا. الطالب
مسعود إسحاق ونفعنا الله بهذه الآيات الكريمات. برنامج كنا أيام كوسي سعانينا وحان ويريا مركلة الطالب محمد إسحاق وآخرين دونا كلمة الترحيب باللغة العربية سودوين حبارسن لغة عربية نكوبة حيسة الطالب محمد إسحاق. الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وأباح وحرم وحظر لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وصرى ونجى الخليل من النار فسار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى نحمده حمدا كثيرا جما له الحمد ما أولاه بالحمد والثناء له الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر له الحمد مقرونا مع الشكر دائما له الحمد في الأولى له الحمد في الأخرى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى خير من دب على الثرى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ساد الورى بلا امترى فهو المجلي والورى إلى ورى صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء وما انتهى أمر وانقضى والآل والصحب الكرام الأتقياء أهل الديانة والصيانة والحياء والتابعين ذوي الأمانة والوفاء قوم تساموا في سماوات العلا رفعوا فكانوا يرفعون المسندا أفعالهم تحيي القلوب وعندهم همم قويات يذهبن الجلمدا فهم الأولى كسوا العلا أبهى الحلا فبهم تجلت لؤلؤا وزبرجدا سمتا غدوا في جيدها وأساورا في المعصمين وفي النواضر إثمدا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أما بعد فيا من أحسبهم نجوم الهدى وبحور الندى أبات الخنا وأسود الشرى من عانقوا هام الذرى تركوا جميع مراتب العليا وراء من سمتهم في الناس أغنى عن مديح الشاعر عيني تقر بهم وتبرد غلتي تحيا بهم روحي ويشفى ناظري فيا من أحسبهم ليوث غابة وغيوث السحابة يا بسمة الثغر ودرة البحر وقلادة النهر واسطة العتق وقرارة العتق وتاج اليوم والغد شم الأنوف ذوي النفوس الزاكية من ودكم في عمق فؤادية مني عليكم سلام الله إجلالا ما أشرق البدر في الظلماء أولالا سلام من سؤيداء الفؤاد له نزل ألذ من الشهاد ويطفي حر أكباد صواد أزف إليكم ومن أعماق قلبي تحيات جليلات الرواسي معبقة بأريج الوروج مسربلة بالهنا والندى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا سلاما كعد القدر والرمل والحصى ونبت السحار والنجوم الشواهد سلاما يباري الريح مسكا وعنبرا وأهلا كما هب النسيم المعطر وإلا فمسك طيب النشر أذفر وأهلا وسهلا كلما نصنص السبا بنيتم بأقصى القلب ملها وملعبا فأعشب واديه وطابت ثماره وأمرع مرج كان بالأمس مجدبا إن ضاقت بكم الديار والمرابع ففي سؤيداء المدامع فصيح المقعد بكم مرحبا بكم والكل ردد وأنشد يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل
قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد، فهذه الطلائع زانت بها المرابع، أقمارها سواطع نجومها لوامع، أنعم به من مقدمي هنا التقى رجالنا أبطالنا أحفادنا، فلتنطلق أعمالنا إلى بنا المجد الغدي. فيا من نحسبهم بدور الغياهب، بحور المواهب، ذوائب الذوائب، ينابيع الهدى وحل النوادي، وأقمار الدياجي والدآدي، مرحى نجوم الهدى مرحى أرددها لكم مرحى، ولقد أقول لغيركم برحى. وأهلا وسهلا والسلام عليكم ضيوفنا الأكارم، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. من نحسب أنهم أولئك الخضارم، خضارمة شم الأنوف جهابذ، جحاجحة بيض الوجوه عنابس، بهاليل أقمار قداميس شمحوا، جشومهم للمكرمات فهارسوا، فلو بلغ مجد السماء لأسبح أناملهم للفرقدين تلامس. ألا نضر الله هذه الوجوه التي يحسبها في الخير مسفرة، ضاحكة مستبشرة كدر وياقوت يقلب في اليدين، قد نطقت بحب خالص لم يمازجه رين. وبتحية الإسلام أودعكم تحية ثابتة لازمة، تنفي الحروف الجازمة، لها نكة فاح مع الصبا، وطعم كأحلى ما تمج الجوارش. بارك الرحمن في أعماركم ورعاكم في ذهاب وإياب، ولا زال ذكركم في سعود، ولا زال حبي لكم في ازدياد. ويا إلهي يا عظيم المنة أسكنهم أعلى أعالي الجنة. السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, all praise and thanks be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of mankind, jinns and all that exist. Our distinguished guest, led by His Excellence, Honorable Adam Barre Duale, our Muslim scholars, our esteemed teachers, led by Principal Sheikh Muhammad Sheikh Abdullahi Adam, parents and my fellow collegians, a warm word of welcome to every one of you as we are about to celebrate our 11th graduation ceremony of Imam Malik Islamic Institution. Ma'had Imam Malik, which was found in the year 2009, became the basic knowledge of all students in the country as well as outside country. Since every year the institution often produces 100 of qualified students. Indeed, today is a very important day in our life as we are ascending territory levels in our education. Thanks to every one of you who gathered here. I don't know what to reward you, but I pray Allah subhanahu wa ta'ala for you a good health in here and paradise in hereafter. Since our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh, fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lah, which means if anyone does you a kindness, recompense to him. But if you don't have the means to do so, pray for him. Thank you for your listening. Welcome and welcome again. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابك مقعيسة وحويان روضة الأصحاب بآداب طالب العلم لمؤلف الشيخ مدير مركز إمام مالك الإسلامي شيخ محمد عبد الله آدم. كتاب كان نظمي أيانو بدلي أو كسعدة بحر كلو يقانا بحر رجز أبيات أنت يتهاي يا كتابك وحنا نوجه الله وحتكم مغلي دونتان منظومة الجديدة. قال الفقير مالك السيرافي أشكر رب الله خير الوافي ثم الصلاة والسلام أبدا على رسولنا الحبيب المحتذى. وبعد ذي منظومة أردفتها فوائد الآداب قد نظمتها كراسة الشيخ التي سماها آداب طالب ومنفعاها. وقال لنظم هذه الكراسة مع أنني لم أستطع محاولة وعدته إليه بعد مدة معتذرا بعدم المحاولة لكثرة انشغالي في الدراسة وقلة المعرفة والثقافة وإن كن لست إليها أهلا فمقصدي منها الدعاء فضلا. سميتها وصية الآداب
كاملة كراسة الآداب. أرجو من الكريم أن ينفعنا بعلمه النافع والإتقان. فلن تنال العلم إلا ستة، خذها فإنها تكون منفعة. حرص واجتهاد ثم بلغة، طول الزمان قاله العلامة. آخرها صحبة أستاذ كمل، رجزها الشاعر مالك البطل. تحل بالصبر وبالإحسان والعفو والوقار والإتقان. وكن كريما صابرا شجاعا، وفاطنا وشاكرا مطيعا. لا تنسين القول لا أعلم أو الله أعلم، فذا جراء الخاتمة. ومن رأى عيوبا في منظومتي حقي عليه فورا أن يرد لي. نظمتها خلال أسبوعين، عددها وصل 200. حاولتها وعمري 20 سنة، والصحيح أخطاءها للرغبة. فرغتها في يوم الأربعاء، عرضتها أمام أصدقائي في عام 1000 ثم 443 هجرية. وكملت وصية الآداب كاملة كراسة الآداب. نظم الفقير مالك السيرافي، ذي الوهم والكسل مع التصرف. والحمد لله على نعمه، ثم الصلاة على رسوله. الطالبين وعمدة المفتين، المعتمد على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فصل: إذا رأت المرأة لسن الحيض أقله. إذا رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض، والصفرة والكدرة حيض في الأصح فإن عبره. فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قبيا وضعيفا فالضعيف استحاضة، والقبي حيض إن لم ينقص عن عقله ولا عبر أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها 29. أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا، وتثبت بمرة في الأصح. ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح. أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، ففي قول كمبتدأة، والمشهور وجوب الاحتياط. فيحرم الوضع ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبدا، وكذا النفل في الأصح. وتغتسل لكل فرض، ثم تصوم رمضان ثم شهرا كاملين، فيحصل من كل 14، ثم تصوم من 18، 3 أولها و3 آخرها، فيحصل يومان الباقيان. ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم 13 وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه، وهي في المحتمل كحائض في الوضع وطاهر في العبادات. وإن احتمل انقضاعا
وجب الغسل لكل فرد. والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 وغالبه 40 ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره 60 كعبوره أكثره. فأهلا بكم أيها الأخوة والأخوات، نقدم إليكم أحلى التحيات ونشكركم على حضور حفل المتواضع. بكل المحبة والود والاحترام أقول لكم مرحبا بكم. صام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف درقا وغدت رجاله لا كصحيح اشتهرت، وكل مع رتبة حسن قصر فهو الضعيف وهو أخسى من كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كن ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله عن وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه السحابي سقط، فقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عما فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصل أوصافه بما به لا ينعرف. ترى الناس يأتون إليك فوجا فوجا، بنيت كل مجدنا حققت أمنيتنا، قال الشيخ محمد هذا المعهد للأمة، قف شامخا يا معهدي مثل المآذن طولا، لنا كنزت مجدا نعيش به دوما، يا ملتقى الخلان يا مجمع الأخوان، يا مصباح للفكر يا مفتاح للذهن، طلابه أبطال مجدا يبني المستقبل، فيه علمت ديني فيه علم الإيمان، يا صحبة الكتاب للعلم والآداب، أسودنا الكرام دربتم أبطالا، ذللت لنا الصعاب هديتنا الصواب، مديرنا الموقر بالعلم قد زودنا، تراه دوما باسما يحنو على طلابي، يا أجمل المعاهد يا أنور المعارف، هلموا يا قارسا هلموا لمعهدي، فلنبدأ العلوم لنسكن الجنان، ولنبذل الجهود لنحصد الزراعة، فلا تدوم نعمة ولا تدوم صحة، أخيرا أودع أبطالا تخرجوا بأجمل الوداع وفرحة احتفال، والحمد للرحمن في الرحب والكمال. نحمدك اللهم ما همع سحاب نحمدك اللهم ما همع صحاب ولمع سراب واجتمع أحباب، وقرئ كتاب حمدا على الإكرام، وشكرا على الإنعام، لولا أن الأقلام هي الشجر والمداد هو المطر، ولكتبتهم البشر، ثم أثنى عليه بالمدح من شكر لما بلغوه ذرة مما يستحقه جل في علاه،
دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جماعة الطالبات الخريجات نريد أن نقرأ متن الرحبية في علم الفرائض للإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي. قال النادم رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم، حمدا به يجلو عن القلب الحمى، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرد، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما صحب به، أولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن هدمه السلام حالا بما حبه قاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيكم بها، فأنا أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهكا فيه القول عن إجازي مبرا عن وصمة الإلغاز. بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واستبانا، أحمده سبحانه وأستغفره عن المساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد اللطف فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوس والرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوام سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله ممتثل، فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلا، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبل، فهكذا نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، بفعل لا الفعل ذو تجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، فالضم من فعل زم في المضارع، وافتح موضع الكسر في مبني من فعل، وجعل فيه من يسم مع وغرت وهرت انعم بئست يئست ولبئس وهلا، وأفرد الكسر في مام وريد وولي ورم وريقت وفقت مع وثيقت حلا، فإني أنيق أعذبه عذاب عذابا عذاب، ولا أعذبه عن عذاب أحدا قف، ومن العالمين عالمين تكمد،
واذكر حس إذ وقت قال الله والله يا عيسى عيسى ابن مريم ويلكيدا هايو أنت ما ذيك قلت لها للناس تتكودا يتخذوني قياشا أنيقي وأمي هويدي إلهين لويلا ومن دون الله يلا سكديسا قال وحود سبحانك نزهنان تاذي ما يكون لي مهبونا أن نقول إن عنده ما شيء ليس لي أنا يوسقنا بحق حق إن كنت هدانها قلته مدهي فقد علمته وأدأكتهي تعلم وأكتهي ما في نفسي وحنفسدي إذا هذا ولا أعلم ما في نفسك وحنفسد هذا إنك أذيك أنت وحات علام الغيوب الله حياوها مقنعك ما قلت لهم ومدهن إلا ما شيء موقي أمرتني به آدي أمرته أن اعبدوا الله ألا عابده ربي جيجا وربكم ربي جينه وكنت وحاها عليهم دشود شهيدا من مرقاتك ما دمت أنت دائمها فيهم لحظة فلما قرتي توفيتني آدي أوسته كنت وحاد أنت أذيك الرقيب الله إلى ليك عليهم دشود وأنت وحاد على كل شيء كستنا شهيد من مرقاتك إن تعذبهم هدال عذابت فإنهم أيق عبادك وأدومها وإن تغفر لهم هداود أفتنا فإنك أذيك أنت وحاد العزيز الله شرف بدن الحكيم وحكمة بدن قال الله وحود هذا كني يوم معلوم ينفع الصادقين تذكرون تشريقا صدقهم رنتوذي لهم أيق أسقنا جنات جنوين تجري أي سعنيس من تحتها هستة الأنهار وبيال خالدين حالي كوا رايان فيها جنة دحية أبدا ولقود رضي الله الله يا كره النقض عنهم حقوضا وردوا ويكره النقضين عنه حقيسا ذلك أرنك الفوز الإيوان ويا العظيم إيوين لله الله حوصقنا ذا ملك السماوات عرك لهانشيهيسا والأرض دولك لهانشيهيسا وما فيهن واحد أحضر هذا وهو الله على كل شيء كستنا قدير ومد أبود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مع الله يقول الله وإن الرحمن نحرز جدان نحرسته الرحيم نحرز جران نحرسته. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا قلت زلزلت إيجل كلتو الأرض لوكا زلزالها قلتلشين وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت إساسات الأرض لوكا أثقالها وليس كذا وقال الإنسان ما لها وقال أيدهن الإنسان كما لها محوصنا ذي يومئذ تحدث أخبارها يومئذ ما ننتاز تحدث عن كشكين دونت أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك سببتيس أوحى وحيود لها إذا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ ما ننتاس يصدر ويفلايا الناس دكا أشتاتا يكو كلا تكتكسن ليروا سيوار كان أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن قفكي يعمل سميع مثقال ذرة دور عسوح خيرا يره أكي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن قفكي يعمل سميع مثقال ذرة دور عسوح شرا يره أكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جماعة من خريجات نريد أن نقرأ بعضا من ألفية ابن مالك لإمام العالم العلامة محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي. قال الإمام رحمه الله تعالى: محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتقصد البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة الألفية ابن معضي وهو بسبق حائز التفضيل مستوجب الثنائي الجميلة
والله يقضي به وات وفرال وله في درجات الآخرة. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حسن. بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. وماضي الأفعال بالتامز وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحو سوى حيهل. أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبل. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. باب أبنية الفعل المضارع والتصريف. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. والضم فعل في المضارع وتحت موضع الكسر في المبني من فاعل. وجهان فيه من اسم مع وغير ظواهر تنعم بيت يستولي بسوائله. وافرد الكسر فيما من وريد وولي ورم وريد ومقت مع وفي اقتحلا. وثقت مع وري البقحها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن ضلا. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم للنحو فمن عظيم شانه لم تحوي. فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحان بالألحان. ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب. وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المقتصر. وكان مطلوبا أشد طلبي من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهمه. وكان خير كتبه صغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر ابن عجرومي. وانتفعت جلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي. وقد حذفت منه ما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى. متمما لغالب الأبواب فجاء مثل شرح للكتاب. سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي اعتقاد واثق. إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفع. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك كتبه وأرسل به رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي أرسله الله رحمة للعالمين. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لو نطق بها الإنسان لانفجر، ولو كتم بها الأقلام لانقطع بعظمها وشانها، تحية حارة كحرارة الشمس، تحية تعم على الجميع والأفراد، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أساتذتنا الأفاضل، يا من نضاءوا نور العلم في قلوبنا وغرسوا في فؤادنا حب الازدياد في العلم، نشكر لكم مجهودكم الكبير ونحن على عتبات التخرج. إلى معلمين الأعزاء، نقف اليوم متخرجين ونرى أمام أعيننا كل لحظة تعبتم معنا فيها، بارك الله بكم وبعلمكم وجعلكم نافعين للجميع. معلمين أنتم تاج على رؤوسنا، قد جهدتم وتعبتم حتى أوصلتمونا إلى هذه اللحظة الجميلة التي نقف فيها متخرجين، ونشكر لكم على إخلاصكم وتعبكم معنا على الدوام. نشعر بالفخر كلما نظرنا إليكم أساتذتنا الكرام الذين علمونا وكنتم مخلصين في رسالة التعليم حتى جعلتمونا من المميزين الخريجين في هذا اليوم. أنتم الأشخاص الذين استطاعوا رفع الأجيال بعد الأجيال من ظلمات الجهل إلى نور العلم وشرف المعرفة. لذلك فإننا في يوم التخرج نخصكم بالشكر والتقدير، نرفع رأسنا في يوم التخرج ونحن نذكر أسماءكم، إنكم كنتم أساتذنا لسنوات مما وصلتمونا إلى مكاننا هذا، بارك الله فيكم وفي كل جهدكم. بمثلكم يسمو الوطن أساتذنا الكرام، نعم كان امتثالكم على الدوام هم سبب الرفعة والعلو فوق هام الجبال بعلومكم وحرصكم، ولكم ألف تحية في يوم التخرج. في يوم التخرج نرسل لكم ألف تحية وشكر وإجلال يا مشايخنا الرائعين، كنتم وما زلتم وستبقون مثالا للمعلمين المبدعين المتميزين الذين يمدون أيديهم البيضاء لمساعدة الجميع. كم لكم في قلوبنا من الحب والامتناع يا أساتذتنا الرائعين الذين لم يتعبوا يوما ولم يملوا من إزداء العلم، فحقكم أن يكون كل يوم التخرج باسمكم. باسمي واسم زملائي نقدم لكم عظيم الثناء والتقدير على جهودكم المنقطعة النظيرة والقيمة، فرفعتمونا ودفعتمونا في مسيرة العلم. أقول قولي هذا واستغفروا لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عمالي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مالوس والرحمن من جل عن عيبي وعن نقصانه، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسول إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. معدي النوالي كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الأصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطيت جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هادي لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكديح فيه آخرة، لكن في وصوله تسيرا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول فمن تفت يحرم الوصول، وهك من هذه وصول جملا أرجو بها علي دين
قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا نظمي. أفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه. وبعد ذا فالعلم خير الرافع لا سيما في قول إمام الشافعي فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له النظير من قريش مجتهد مطبقا بعلمه اتباقا مطابقا للوارد اتفاقا مجددا في عصره للملة وبعده أصحابه الأدلة أعلم بهم أئمة وحسبهم إمامهم وخير كتب كتبهم. وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام نحن نريد أن نقرأ كتاب المظلومة البيقونية. بسم الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدات رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل مع رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسام كثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. كل هذا سأقوم علينا كلمة يربارنا وكل حد رصده هذا كي مارتين يدالين مرك إن شاء الله تعالى على يرى النقض عشر كمرك إن شاء الله تعالى بالله بنا. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وصارعوا دقدق إلى مغفرة دم بداف أو من ربكم ربكين حق زكاة هاتي وجنة جنة دقدق عرضها بلعيض السماوات صمد ايتاي والأرض أرضده أعدت والد ياريي للمتقين متقين تلو جاريي الذين كواسو ينفقون بحناية في السراء في وقت السراء مارت وقت براقة كجران iyo والضراء وقت مارت دبك كجران والكاظمين قرناي الغيظ عرض قرناي والعافين اسك عافيناي عن الناس ددك والله اللي يحبه جعلها المحسنين ددك وناكسن بجعلها والذين أخيارتي إذا قرتي فعلوا اسميان فاحشة حمان أو ظلموا أما أي ظلميان أنفسهم نفيال كوضة ذكروا الله ألا حسايي فاستغفروا الذنب داف ويدنا لذنوبهم ذنبيان سودة ومنكم ما با يغفر دافا الذنوب تيا دافا إلا الله ألا ما هنه ولم يصروا أن دائم على ما فعلوا وحي سميين والحال وهم يعلمون أرنك أسقوا أولئك كواسي جزاؤهم ذنب أبا المرين توضه مغفرة ذنب دافو هذا ومن ربهم ربك يسح ربك وذ حق يسكا هذه وجنات يجنوين تجري دريرس من تحت هوستيدا الأنهار وبيال خالدين حال كواريان فيها دحد ذوي والنعمة وحنم الله هذه أجر العاملين ما تكو أشقيت أرنك أسقي يا نعم الله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم رحمه الله تعالى فهاك أوزانا لمصدر فما أبدي لذي ثلاثة فليعلم فعل وفعل فعل أو متصلا بآلف المقصور أو تمثلا فعلان فعلان وفعلان فعل وفعل ثم فعال وفعل
وفاعل فعيلة فعالة فعالة فعلاه مع فعالة فعالة فعال أو فعال ثم الفعول هكذا المثال فعيل أو فعيلة فعولة وفاعلان فعل فيلولة وفعلل فعولة فعيلية فعول مع فعالية فعلية وفاعلوت فاعل فعولية كذا فعل وضم فعولية ومفعل مفعالة ومفعل مفعيلة مفعولة ومفعول مقيس مصدر المعد فعل ثم الفعول في سواه يحلو إن لم يكن مستوجبا فعالا نحو أبا إباء أو فعالا نحو بكى بكاء أو فعيلا أو فاعلا كان زن رعيلا فعالة لخاصلة فعالا لفعل حرفة كذا ولاية. وحنا هي عبد العزيز علي علمي وحنا هي دلولكي بسكة ما شاء الله معلمين تقرب يقصي خير الله سيو waxaan leeyahay inta yartaan ka faa'iideysta macallimiinta iga daba waqtigii hore u dhumiyay haddana waan ka faa'iideysanahay ma sha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi aliyil arfaqi wa jami'il ashya'i wal mufarriqi بالنعم الوسيعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على رسول قريشي القتيم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفقار اعلم هديت أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك وذر ويكشف الحق لذي القلوب ويسهل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم غير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر وينبغي تعليمها لأهلنا في المنزل أما السلام إنه سنة خير الرسل إفشاؤه وبذله حق لمن تقابل ورده بمثله أو رده بالأفضل تشميتنا للعاطس يرحمك الله قلي من بعد حمد ربنا يهديكم الله قل إجابة لدعوة في البيت أو في المحفل وشرطه خلوه من منكر قد يفعل إزداؤنا نصيحة فعل الرجال الكمل عيادة المريض قد تذهب كل العلل زيارة خفيفة تنبض بالتفاؤل مع الدعاء بالشفاء طهور لا بأس قل سادسها جنازة متبوعة ستحمل إكرامها بدفنها وسنة التعجل وبعد ذا أخلاقنا أسردها للفاضل فصدق مع أمانة في القول أو في العمل والرفق مع شجاعة والحلم زين الرجل مودة مرامة والصبر وصف الكمل أحسن إلى الناس وزد في الجود لا تقلل وكن وفيا شاكرا مع الحياء تجمل واستر أخاك دائما وانصحه عند الزلل واحفظ لسانك الذي إن صنته لن تخذل لا تحمل الحقد وكن من أهل العفو النبل لا تظلم الناس وزن بالقسط دوما وعديل ولا تكن منمما والغيبة تهجر وقلي إياك من تجسس صفات كل سافل والبر فافعل دائما والرحم الزم وصلي والوالدين برهم في أرفع المنازل إن الأنات خصلة حميدة ستعتلي وكن عفيفا طاهرا مشهورا بالتفاؤل أعن أخاك دائما وانصحه عند الزلل واحفظ لسانك الذي إن صنته لن تخذل لا تحمل الحقد وكن من أهل العفو النبل لا تظلم الناس وزن بالقسط دوما وعديل ولا تكن منمما والغيبة تهجر وقلي إياك من تجسس صفات كل سافل واحرص على التواضع فالكبر وصف الجاهل وكن بشوشا باسما مشهورا بالتفاؤل واشكر إلهك العلي ذي المن والتفضل فهذه أخلاقنا في ديننا المبجل
فهذه أخلاقنا في ديننا المبجل، فينبغي امتثالها بالقول أو بالعمل، وبثها بين الورى في السهل أو في الجبل. أنا الأمين موافقي أبو عبيد فانقل، نظمت ضرا سطرت لأمة ستعتلي بفخرها في دينها وهدي خير الرسل. أقول في مطلعها أخلاق كل فاضل، أخلاق كل فاضل، أخلاق كل فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نريد أن نقرأ كتاب تبصرة وتذكرة المشهور بألفية العراقي للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن حسين الأثري المشهور عبد الرحيم بن حسين العراقي. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصاء، ثم الصلاة والسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه مقاصد المهمات توضيح من علم الحديث رسمه، نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعا وزدتها علما تراه موضعا، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ شيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن لاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو في أمور كلها معتصبا في صعبها وسهلها. وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤذي، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، إمساكنا على حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خص به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. bisinkaan ku bilaabay hadalkayga baal quraan ma hadalaalee macbuudkaan u celinayaa oo waxaan ku saleeyaa rasuulkeenni suubanaa sala allahu calayhi wasalam. waxaan ahay arday ka mid ah ardayda macadka imaam maalik. boqolaal cod oo qurxoon oo ay shimbiruhu ku codsanayaan inay dhegaystaan gabaygaan inoo soo wada ayaan maqlayaa, sidoo kale gooha libaaxa iyo banaaxiga lo-da ayaan maqlaa. sagaaraduna meelaan iga fogeyn ayay ka madaaraysaa, balse dhammaan codadkaasoo idil waxaan ka doorbidayaa sida qurxeen ee aada ii dhegaysanaysaan. waa xirmo gabay ah oo aan ka soo xulay macadka imaam maalik, xisiyamaan xeeldheeri koobsaday. waxaan idin odhanayaa dhammaan macallimiinta, ardayda iyo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdani maanta, soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada. macadka imaam maalik ayaan halkan gabay ooga miisayaaye, maalintaa timid baa dadku wada maqsuudo oo maankii wada diirsatay. macallimiin aqoontoodu sarraysaa mawla kugu manaystee, meeqaam sare iyo mawjado aqooneed macamka imaam maalik baan ka mahdiyee. mahad iyo mudnaan macallimiintaydaan kaga miisayaaye, ka maftuuxnay mirahoodiiye, allow miisaanka aakhariyo mushkiladaha ka meel mari. macadka imaam maalik ardaygii maraa cidina ma ogeyne, meeqaan sare iyo aqoon meel marta macadka imaam maalik baa leh. gabay haddaan tiirinayo ama wax tilmaamayo kuma turaan turoodo waan ku taagsadaaye, halkuu wanaagu tuban yahaan kula taxaashaaye. bal maantana mid tiiraanyo labaan idiin tusaalaynaya oo waa macadka imaam maalige. bulsho yahay tacliim baa dunida hagtuu lagu tanaadaaye,
waa tilaabo lagu tisqaado ummadi tahan ku gaadhaay waa tubtii hore iyo jidkii mugdiga ooga talownee maamuus haddii meel la siini magacina loo yeeli masab iyo haddii darajo sare meel mulkinayso inuu yahay macadka imaam maalik muran kama taagnee miisaanka maankiiyo wuxuu korinayaa maskaxda uguba malaayiin qof buu soo baxshaa oo muraayad ahe cilbi baa ka soo maaxda oo laguma jeertaaye musbaax weeye noor faafiyo oo ciidamo moogeyne waa maayad biyihii macaan miidadaadisee maandeeq sideedii ayuu maqasho qoriyaaye manficiisa kuma soo koobi karo meedhisyadan gabaye dadow bal malabkaas jiqoo dhuuntiina mariya allow macadka imaam maalik ka yeel mid meeqaam sare iyo tago meel mug weyn allow macadka imaam maalik ka yeel maankii ummadda u meelayo u maciino mowlaha ilaahay ka boqo nabi maxamedna raaca sala allahu calayhi wasalam wabillahi towfiiq فهو على هذا مرادف الخبر والشهر شمول هذين الأثر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يعني مهدو علينا الله نقول جمعي مكان كان بركيسا إسلام مدنا نقول من نايستي إيمان كان إنسيي إلهي سبحانه وتعالى مهد بانو علينا وحان كلو مهدو علينا ضيوف تكسوا قيب شيء وهو قامي شيخنا أبو التوحيد شيخ محمد عبدي وهو قاميو أيكنا مهد بانو علينا وحان لنا أبشروا شيخ محمد يا شيخ عبد الله رجع لمية وحن وامريهن وشقد عشقيستين ما أنت فرح وإني تهي ما أنت بشارة إني تهي ما أنت دبال دق بيتهي ما أنت لهنا نورسن قلبي نو قووبي صويت وحن ماجا صاح حاضر أرضيده يا أنت كلاقة على جودها حاجة كفري أنت نجام قنية مدارس دقته إذن كعلماء وها إذن كوح صبري مركا ما أنت واشا محمد عبدي حفظه الله يا شيخ عبد الله ميرو هذي واي مركا ومهسين وحان مهدو عليني دكتور كان لقى سوق بقلي وأصانا رجع دعوة حسار مدة سودي دكتور جبابا إلهي سبحانه وتعالى هبركيه وانين مدبا دعوة كسوجري وانين مدبدا أسوها الجمي أصغنا وحالينا جزاك الله خيرا وبارك الله لك وحان كلام هدو عن لينا دكتور عبد الرشيد عدو أو كصعد جامعة مستقبل أصغنا وحالينا إلهي سبحانه وتعالى هبركيه خير ويحفظنا وأنا لقبت إلهي سبحانه وتعالى هبركيه وحان مهدا ما نعلينا أرضيدا سوا حاضرتي كوا وح أخريين iyo kuwa wax aan akhrin inta mahad baan u celinaynaa xana raali ahaadaan ardayda aan loo yeelin sawayta waa bandhig yar ardayda sidaan wada garanayna macallimiinta waa wada xifsan yihiin marka kuwa gabdhaha loo yeelin iyo kuwa ardayda kala wiilashaba inta waxa leena idinkana waa mahadsantiin hooyooyinka iyo waalidiinta soo xaadireen ayakana waxa leenahay waa mahadsantiin waxaan mahad aad weyn u celinaynaa macallimiinta معهد مالك مركز مالك oo runtii aan dhihi karo waa macallimiin xul leh habeenkii ma seexdaano wax diyaarin bay ku mashquulsan yihiin halkan markay soo galaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo juhdigooda iyo dadaalka ay wadaan mirihiinana maanta waa aragtiin waxaan kaloo mahad u celinaynaa waxaa jirtaa qismi banaad la yidhaahdo oo ayakana qaybta kale oo fiicneed maanta inay hadlaan ilaa fursadaan u waynay insha allahu mar kalaan xaflad u qaban doonaa mudanahana u yeeri doonaa oo qismi nisaa oo gaar baan leenahay oo gabar faadumo maxamed la yidhaah ay mudiir ka tahay horaana gabar farxiye la yidhaah ay ka sii ahayd iyo abshire gabar la yidhaahdo marka idinkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin soo dhowaada waxaan kaloo mahad u celinayaa qaybta taxfiidka ardayda saa arkaysiin
qismu nisaa kuma jiro ardaydan joogto qismu taxfiidna kuma jiro qeybaha kaloo aan leenoo faraco magaalo dhexdeena kuma jiro intan hadda noo joogto waa inta markiskan geella-ana markiska waa nagu leeyahay haddaan u wada yeerno ma qaadi karaano markaa intaasoo fariin baan u diraynaa waa mahadsantihin maanta kale waxaan codnaynaa nimanka barnaamijka duubahayo ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo waxaana leenaha ummadda ha looga faa'iideeyo waxaan usoo laabanay oo mahad u celin mudane aadan barre waxaan leen ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo waa nin aan dhihi karno waa nin dacwada u dhega nugul meejii loogu yeero ma aragtaaye tago waxaan leenaha bahda ree imaam maalig haddaan nahay ducaan ku haynaa shaqo badanna waa nala qabatay dhul baa mar nala gaday marnabaad baa nala gaday baabuur baa noo gaday markaa waa mahadsan tahay haddana waan ku baahannahay oo waxaan kaa rabnaa baabuur minibas macad imaam maalig inaa u keento sabayta waa arkaysaa ardaydii baska ma qaadi karo lugna laguma tegi karo intan saddex laabkeedaa gudaha maqan furuuc baan leenahay dhagaxley farac baan ku leenahay ifoo dhagac baan farac baan ku leenahay waa galaa farac baan ku leenahay waxaana kala hilmaamaynay madhoogo waxaa jira arday sanadkan takharujeen oo aan rabnay inaan maaragtay kelimo siino waa noo suurtogeli waysay hal mar baan sheekoo wax siini doonaa ka warbixiyo markaa furuucda macadka waa badan yahay dhalinyarada madhoogo haddaan u hadlo waa dhalinyaro dadaal badan waa dhalinyaro maasha allah ilaa 3 sano 4 sano barnaamijkaa wadnay haddana waa mutakharijiin macadka siduu sheegay sheekii u horeeyey aqsaan buu leeyahay cadaadi waa leeyahay ثانيو وليه دبلومة وليه دبلومة حال جودا كتو ستة كو أخنا وحديث كعلوم تيسا إن شاء الله رجع سمودنا شهاسين دونا عبد الله عبد الرشيد كميدة نكا شريف كميدة وحاكميدة محمد إسماعيل كميدة رجع نسوي الجوا كميدة عبد السلام كميدة فيصل كميدة إن شاء الله رجع سمانته وحرجينا ما دام كتو ستة مع التفسير أي حمبارين إن شاء الله وحرنا مودنا إنه قدوميو markaa mudanaha waxaa leenahay waa mahadsan tahay waan kuu soo ducaynaa habeenii dharaar shaqo badan baa nala qabatay ninka qofka wuxuu u gala aan fahmin ninka waxaa weeye nin fiican ma ahan waxaan ku leenahay soo dhawow hal shay kaliya yaan halkan miisaal idinka siin magaaladan intaan la eg haddii ilaahayd mahaye ee weyn ee ilaa birta dheer aan maqlay way gaadhay magaalada iyada ah meel laisku duugan looma yeelin xabaalo looma cayinin meelaha looma sheegin marka maxaa ma ey iyo doofaar dhintay miyay dadkii la qiimo noqdeen markaa haddaan meel loo yeelin oo maamulkii uusan meel u yeelin uusan ku talagelin dameer iyo egi maxaa qiimo dhaana marka si aad og tihiin waddankan aan ka midka nahay waa waddan aada iyo aad xagga diinta u xushmeeya oo iyo muslimiintaba waa waddan u badan xagga aan islaamka ahayn meel ay joogaanbana waxaa dalkooda xurmu leeyahay xabaalay leedahay nairobi waxaad og tihiin in had iyo jeerba boos markuu buuxsamo muslimiinta la siiyey boos kala loo daydayaa oo la siiyaa haddii ilaahayd mahay waa nairobi annaga maxaa noo diiday maamulkanaga dadka hayaa dadkoodii ayaga ahaa inay dhul u yeelaan laskuhaas maxaa u diiday waa maamul xumo garashalaa wey taa iyadaa waan ku ceebeynayaa way ku dambi leeyihiin way ku garasho xun yihiin iga qora anaa midaa idin leh maxayawaanba maxaa u diiday inay dadkoodii ay meel isku hasaan u diidaan mideeda kale waxaan idin leeyahay muddo dheer yaa soo jirtay oo kenya ay xor tahay muddadaa dheerna dad maamul qabta unbaa la dooranayey dad maamul qabta unbaa la dooranayay diinta islaamka ah dadkii maamulka qabanayay waxay u tareen ma xusuusnay aniga waad arkaysaan daadayda ma xusuusnay 60 sano iyo wax la jirayna yay kenya xor tahay intaana dad unbaa inaga gelaya maamul haya maamul hoose iyo maamul kore wuxuu noqdaba marka walaalayaal waxay markaa ina tusaysaa inaynaan haba yaraatee wax ummadeena anfaca aynaan fahmayn oonaan garanayn markii caalamkii ninkii cadaan la dejiyey ee caalamkii waddanka la saaray aniga iyo dhowr culimoon ku jirno yaan kosolkii hore ee xabaalaha u dhowaa kaa keliyaa jiray markaa oo mela xaashi baan u qornay waxaan nidhi war hadda
dalkii wuu ballaaran doonaa dadkii wuu badan doonaa war dhul u qabta ay muxuu ahaaye waxaan idinka baryaynaa dhul inaad u qabataan muslimiinta haddaba lagu aaso ilaa yowmina haada meel la qabtay ma aanan maqal anugu marka walaalayaal markaa waxay kutusaysaa iyadana sida oo kale xagga diintii maamulkahaas iyaga ah maamul wax u qabtay xagga diinteenna inayna jirin haddaba anugu ma ogi middaa iyada ah ma ogi ninkan mudanaha ee ag fadhiya ka hor maya ma xusuusina iyadaana laakiin markaan saa leeyahay dad iska kalo raaciyada oo wax qabtay baa jira sida mahad ku dhoo rooble madrasadan salaam layidhaah intaas oo sano qariib 10 sano ku dhow yuu mushaar siinayey haddii ilaahay maayo marka taas oo kale way dhacda laakiin maamul diin islaam wax gacanta u fidiyay wax u qabtay anigu ma xusuusnay hadday jiri weydo aadan baa ugu horreeyey nisaa yeela maamul hayo xagga diinta tallaabo ka qaada isaga ugu horreeyey 5 sanaas hore ee wiilka yar ahaa isla maamulba soo marin waad ogtihiin wuxuu falay wanaageeda sanadka dambeeyuu kasii daraayey sanadka dambeeyuu kasii daraayey marka waxaad ogtihiin meeshan aan fadhino halka ee maxadka ah iyo madrasada gabdhaha khadiijo la yidhaah lacagtii uu u keenay baabuurta ay ku gateen 30 iyo intaas oo milyan oo Kenya shilin ah yuu soo guriyo keenay markaasuu u qaybiyey kuwaana baas bay gateen kuwaana baas bay gateen lacag baa u soo xadhay isagaa soo shaqeeyey lacagta iyada taa kuma ekaanine intaas oo meelood oo dhistarigii gaaris la dhihi jiray ka mida yuu saa u sameeyey ikhwaani waxaa mahad iskale allih subxaanahu watacaala na waafajiyey inay meel sidan oo kale inaan isugu imaano oo aan rajaynayno insha allahu tacaala ummad badan oo malaa'igna inay nala joogto ayna u joogto inay ay tahay meel lagaga sheekaysanayo diinta ilaahi subxaanahu watacaala iyo seen ku horumarinaa iyo intaan wax ka qabanaa ikhwaani waa bandhig waadna ogtihiin hay-adaha ama kamburiyaasha wax soo saarka leh markay soo saaraan waxay isleeyihiin tayuu leeyahay aad iyo aad buu u qiimo badan yahay inay bandhig u sameeyaan oy dhahaan alaabtanaan haynaa wax soo saarkanaan haynaa ee nala arka marka taasi waxay keeni inay dadki ay ogaadaan hay-addan maxay haysaa ama mu'asasadan maxay haysaa oo qalabkii loo soo doonto waa isa suuqgelin ikhwaani hay-adaha waxbarashadan saa way sameeyaan markii ay wax soo saaraan oo wax soo saarkoodii ay ku raali noqdaan oo ay arkaan inuu yahay wax tayo leh waxay u soo yeeraan bulshada qeybaheeda kala duwan ee qiimaha leh sida culummadii sidii madaxdii maamulada sida oday dhaqameedkii sida beec mushtarigii iyo dadka wax dhalay bay u soo yeeraan waxay u soo bandhigaan waxqabadkoodii marka waxay leeyihiin waana kan waa bandhig marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa weydiisanaynaa inuu na waafajiyo inaan ka faa'iidaysano bandhiga nooc kasta oo nahay diintana sidaad ogtihiin ikhwaani dad badan bay u taallaa inay wax ka qabtaan wadaadkii waajib baa saaran wadaadka wuxuu ku fiican yahay oo dadka badankood uu kaga fiican yahay wixiisi wuu soo diyaarsaday wuu la taagan yahay wixii ka maqli lahaa keli ayuu u baahan yahay dugsiyaal baa naloo furay oo inoo diyaariyeen wadaadadii madaaris bay noo diyaariyeen meelo taxfiid bay noo diyaariyeen macaahidan oo kale ay noo diyaariyeen wadaadada marka waxoodii waa la diyaar way haystaan wayna la soo taagan yihiin waxaare waxaa waye marka dadkii intaa ka duunaa qeybihii faraha badnaa ee bulshada dad waxaa jira maskax iyo caqli leh oo la rabo inay wax abaabulaan oo ay dadkii soo abaabulaan oo ay keenaan oo ay la hadlaan dadkii baac mushtariga ahaa oo ay la hadlaan madaxdii haysay maamulkii oo ay dhahaan warnamayo meeshan aan garab u noqono dad waxaa jira dhaqaala hayo laakiin aqoon aan diinta u lahayn wadaadadii waxaa la rabaa inay inta maxaan ku dhahaaye ninkan caaqilku u tago uu kasoo qaalqaaliyo wax qaraje waxaa jira dad wax dhalay oo u baahan ilmahooda inay wax baraan inay u tagaan baan rabaa dadkan cuqalada oo ay ilmihii soo qaalqaaliyaan oo ay dhahaan warnamayo meeshanaa lidinka jiraaye marka diintii nin walba meel buu hayaa ilaahi subxaanahu watacaala marka hadna waafajiyo bandhigan qeyb kasta oo bulshadii kamid a inay ka faa'iidaysato wadaadkii inuu ka faa'iidaysto mar labaad oo ay ku geesi geliso in uu maaragtay uu ka faa'iidaysto baac mushtarigii ninkii dhaqaalahay inuu bandhiga ka faa'iidaysto oo dhawr diintan ilaahay dad baa meesha soo gaarsiiyay adiga oo kale oo dhaqaalahay adigan maad wax ku bixisid
caaqilkii inuu dhaho dad unbaa isu keenay caaqil adiga oo kale ee maad ka faa'iidaysatid rabbi subxaanahu watacaala marka nin walba ha waafajiyo inii uu ka faa'iidaysto bandhigan marka waqtigii hor baa loo qaatay aniga intaasaan kusoo koobi marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii la asaasay 2008 ilaa hadda boqolaal arday baa ka takhrujeen hawa u badanaan gabdhaha waxa u badan ka faa'iidaysta waxaa weeye waa haweenka ilaan gabadhii aan safri karin muxrim la-aan waxaa maanta u suurtagal eh inay jaamacaddii aado waxaan aragnay gabdhe 4 saac la gaaro taxi ay soo raacaan canugii soo nuujiyaan haddana xislo ku soo noqonayaan oo maantana daaciyaad eh waxaa weeyaan gabdhaha dhammaan jaamacaddan magaalada Gaarisa hadda macaahidda aragtay meel kasta laga furay mudiirada ka eh mudarisaad ka eh dhammaan waxay ka wada baxay jaamacadda mustaqbal walillahi alxamdu calaa dalik marka waxaad ku baaqayaa mutaqarrijiin hada tihiin fursada ha dhuminina jaamacaddii way idin sugaysaa waad imaanaysaan insha allahu tacaala waxaan kaloo ku baaqayaa oo sida saddexaad eh inaad ducaad noqotaan cilmiga aad soo barateen aan arkaynay nimay wax la fariisanina magaalada dacwo u baahan tahay munkaraadka waa aragteen mukhaadaraad waa aragteen wuxuu samaynayo waxaan niga codsanayaa fadlan cilmiga inaad ummadda gaarsiisiin ilahay waa kila walcasri ina insaan la fii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr cilmiga ha qarina halana fariisanina maanta hadday intan taqaatiir ustaadkan Gaarisa usoo baxeen hadday yihiin haddii waxaa weeyaan meeshaas waxaa leeyahay caafimaadka kor buu u kacaya soo maha annaga dacwada xaajada aanu qabno maanta waxaa weeyaan axwaju min aطcaami washaraab biyo iyo cabitaan saan ugu baahan nahay dacwadaa ka xoog badan marka ayuha ducaat waxaa idinka codsanayaa inaad dacwadan aada wadaan oo ummadda aada gaarsiisaan ugu dambeyn waxaa weeyaan waxaa idinku baaqayaa sidoo kale in aad muxuu ahaa bulshada aad ka dhex muuqataan kii imaam noqonayo kii daaci noqonayo kii qaadi noqonayo oo macnaha ummadda Gaarisa maanta sheekha wuxuu ugu yidhahdaa waxaa ka baxeen meeqaabay 130 arday oo khariije oo kitaab iyo sunna xambaarsan meel ay ka baxeen magaalada Soontiin hadda si la sheegay culummo yar sheekh maxamed iyo sheekh Cabdallah iyo odayaal baa dacwadan gaarsiiyay Gaaris iyadoo qubuurta la caabudayo haweenka ay qaawan yihiin fama baaluka 130 khariij warnamee u sawaxan laga yihiin ikhlaasi aan ku dadaalno muxuu ahaa maxaa la dhihi jiray inaan dadaalno oo ugu dambeyn intaan ka bixin meeshan fursaan haysta mushmuha culimada aad bay ku amaaneen meel kasta waa lagu amaanaa waana maanta jazakallahu khayr laakiin hal meel baad umayn inaad ku dhacday bini aadamka meesha ku baasikay looma sheego sheekh meel uu ku dhacay loo sheego wey meesha ku dhacday maxaad umayn inaan ku dhihi doonaa aniga meeshaad ku dhacday waxaa weeyaan haddaad ku dhicin adaa isdifaaci doontaaye aan laakiin meesha alkan waxba ka qaban waxaa weeye mukhaadaraad adaro magaalada mukhaadaraad baa raway dhalinyaradana bangi iyo waxaa raway qaad waad ogsoonaya qaanuun kenya inaad joojin karin adiga laakiin aad hataa bal hadasho ilaa meel kasta waad ka hadashaaye ummaddan mukhaadaraad baa baabi'iyey sheekh bangi baa baabi'iyey ay mukhaadaraad nooc magaalada u baabi'iyey dhalinyaro lama hayo intan ha arkin inta boqolka waa 1000 kuwa kale xaggee jiraan marka waxaan kaa codsanayaa fadlan haddii ilaahay kusoo celiyo iyo inta kuu dhimanbo mukhaadaraad tallaabo ka qaado wabillahi tawfiiq والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحرب أن الحصول مديرك إمامك إمام مالك معدك إمام مالك شيخ محمد يرد يا معلمين يا رديدة يا علماء قيمها بدن ووين يا أباها دعوة شيخ محمد عبدي شيخ عبد الله بولو دكتور قبابة دكتور عبد الرشيد يعلم بدنا ما شفديا يوالد فر بدن ما الخير له أيام سوء إيمانه ذاتك تاريخ له إمام مالك قرنا أيو أو حافظ الدقن وذكرني سيماشن قرية هانجر مالير أو لوق أو قرية هانجرت ما أنت دور kun oo arday oo dhalinyaro ah ayaa dacwada iyo diinka lagu baraa meesha oo weliba rag iyo haween ah marka alxamdulilah waad arkaysa meel markii culummada iyo maalqabeenta iyo madaxda ay gacanta isqabsadaan diinta kore u kacay waad garanaysiin awal waxaan sugi jirnay alxarameyn iyo sacuudiga iyo kuweytka wax laga sugi jiray laakiin hadda meel kastoo aan tagay waxaan rabaa in loo duceeyo culummada markii loo duceeyo maadaama culummada ay horseedeen
ay diyaar u noqdeen inay furaan maxad noocan oo kale ah ee ka furan meelo fara badan magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari oo hadda weliba ay ku xujisiiyeen inay furaan meelo fara badan magaalada Nayto ee hooyooyinka wax lagu baro oo diinka iyo dacwada lagu baro maalqabeedka muslimiinta khaasatan bulshada Soomaalida ha loo duceeyo ayakana diyaar ay u yihiin waqti kasta inay xoogooda iyo xoolahooda ku bixiyaan iyo zakadooda iyo sadaqadooda ay ku bixiyaan meelaha diinta iyo dacwada laga wado marka Imaam Malik ardayda maanta qalin jibina waxaan leeyahay mabruuk laakiin weli siduu Dr. Cabdirashiid uu sheegay iyo doctorka kale uu sheegay iyo Sheekh Maxamed ay sheegeen weli meena gaarin meeshii la rabay waa inaad ilaa PhD gaartiin maanta waa magaalada Gaarisa maanta waxaa weeyo magaalooyinka dacwada loo soo doonto ee dhalinyarada Nayto markay dhameeyaan jaamacatul umma jaamacatul mustaqbal ayaa daris leh soo ardayga cadaadi buu ka bilaabay ilaa jaamacad ilaa iyo master laga dhigaa jaamacadda almustaqbal iyo jaamacadda umma marka ma dhihi kartid magaalada Gaarisa aan ku nool yahay diini dacwana ma baranayay sababtana ay tahay meel aan ku barto malo meel aad ku barato adigoo ka bilowday cadaadi ilaa iyo jaamacada waa diyaar waa la dhisay ummadda muslimiinta iyo madaxda iyo culimada odaygu weynyahay odayga maanta niimu sheegin markii u horeysay laba qol oo cariishu ka dhisay meesha dambe darsu Khadiija ay ku dhisan tahay nimankii suufiyiinta beriga yaa ka gubeen meesha labada qol ay ka gubeen markii dambe sheekh Abdul Rasuul iyo Dr. Hussein libaankii hore iyo odayaal kale yaa soo ku jiro sheekha Sheekh Bulo ayaa laba qol ka dhisay dhagax maanta waa aragtay gabdhihii ka soo baxeen madrasatu Khadiija ayaa gabdhaha maanta dhigayaan madaarista magaalada Kuti oo dacwada faafinayaan marka alxamdulillah magaalada Gaarisa heer sare ayay maraysaa xagga diinta iyo dacwada midda labaad oo iyadana muhiimka waxaa weeyo oo inaan idiin sheego dhalinyarada iyo ummadda waajib ayaa idinka saaran nin kasta oo meeshan joogo inuu qayb ka qaato horumarka dacwada iyo diinta iyo masjidka iyo masaakiinta in wax loo qabto iyo caruurta masaakiinta inay la garab istaago oo baasri laga bixiyo marka hadda siduu sheekha sheegay waad ogtiin doorashaa soo socota doorashada wax kale haddaad samayn weyso codkaada waa inaad ku difaacda diinta islaamka si badan baa ugu difaaci kartaa qof madax ah oo diinta wax u taray ayaad siin kartaa dowlad aada u malayn inay muslimiinta gumaadaysana waad ku ridi kartaa marka codkaaseeto waxaad rabaa markaad ridaysa iska ridin waa inaad tiraahdo ilaahayow codkan aan ridayo ha noqda mid ummadda iyo diinta iyo dalka iyo masaakiinta wax u tara haddaa markaa ridayso duca ku dar bas waxaan joognaa waddan oo muslimiinta ay yihiin 30% laakiin xoog ay ku leeyihiin oo ay baarlamaanka muuqdaan oo ay dowladda ka muuqdaan muslimiinta waddankan xoog bay ku leeyihiin dastuurka hataa waddanka xornimada xagga diinta wadamo badan oo hataa muslimiinta xornimada ma haystaan waxaa naloo ogolaaday inaan arrinka dhaxalka arrinka guurka arrinka furista inaan lagu maamulo siday diinteenna ogashahay dastuurka Kenya bay ku jirtaa marka doorashada ha noqoto doorasho nabad ah mid nabad oo muslimiinta waxaan hal maalin bay dhacay kii ilaahay u qoro wuu heli marka ummadda in la kala geeyo ma fiicno
حرنا دورسين وتمن نبض مد في عنه علماء أي دعيان مد مغادرات كوامت جرتو كينيا إلى لك جرتها حتى الدجاج الصومالية ما لا يتهاو صوماليا ما قصدها لأن يرى المخدرات كذا شلي بنجي جارة العتيس إلى أفر بقرو كن يا لو خبت مقالة جارسة على التلفزيون سمينا فيري مقالة وين سي عبد الشلو مقالة سيدي برا قالوا ما يبلا برا لكن مقالة عملنا زي مقالة بريجي يراده ولا بعد مقالة أنت بنجي محوير يا دعوة بدته مدارسها بدت مويه هدي علماء أي مدارس يضلون كدي هذا كل يدور واه بمالك هدي لها يلي مخدرات قصيبة لنا لكن واجب حسارية والدك يدين سنة واجب قصارا دولتنا واجب صارا أنا تيجي حاولنا دولة قيمت نبسوين تأرشة وأرهن كان نردق علماء عافي علينا ما أنت خطبة مساجدها أي نقضان أرهن كان لقى هذا عبد الرشيد إني مثلا مسؤولين سهل ومدى واحد تجسين والد شنجر مدى مسموه كان مساجدها لقى هذا مساجدها لقى هذا لقى الله شيء الرمان مخدرات بنكي وحن صعوبة لقى هذا الرمان خطر بيكو يسوع شيخ الشيء خطر بيكو يهين لأن يردن برشادن سوكريس كون هذا لأن يردن معك الجوغان ويفي عليهم لكن يكون حاجرا معك الجوغ شقرام ودن يرضى ودنك شقرام ما كجرته أنا كلمة وليبوا ما كستا بنجي وعكدر المريا عاد ولل يريد الصومالي أو ومن دي وتام صوماليين ويجي مركز سوق صباحان قلبتي من دي وتزوي ماما ويد الأمير وقال أنا يا ما بالك يو العكرة يا ودتي مركز الرماء ستو الرماء دولة ولا دخلنا ميسا لكن واحد وعصر وحلو بدل كرا ديت يدعوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.